عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم بوصفه جديده اللي هي عباره عن سلو او الزميطه بمناسبه قدوم شهر رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ومغفره الذنوب ان شاء الله يا ربي. اذا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. اذا بالنسبه للمكونات عندنا هنايا نص كيلو ديال اللوز اللي حمرته وهرمشته في الهشوار بالقشور ديالو. تقدروا نتوما تقليوه وتفسخوه وتحيدوا القشور، انا فضلت نطحنو بالقشور ديالو. وهنايا عندي كيلو ديال الطحين اللي محمر، وهنايا عندي نص كيلو ديال كاوكاو اللي حمرته وهرمشته، وهنايا ربعه ديال الجنجلان صاين اللي خليته هكذاك ما طحنتوش، وعندي ربعه اللي طحنتها على هذا الشكل. وهنايا عندي مسكه حره ذكيه اللي طحنتها مع شويه ديال السكر. هنايا عندي نافع، 2 معالق ديال النافع، و2 معالق ديال القرفه، و2 معالق ديال حبه حلاوه اللي نقيتهم وحمرتهم شويه وطحنتهم. وعندنا هنايا العسل اللي غادي نضيفوه، تقدروا تضيفوا نتوما سكر ثقيل. وهنايا بالنسبه للزبده فهنايا ذوبتها ودرتها في الثلاجه حتى بردات، وحيت ليها الكشكوشه من بعد ما طبخات شويه بقيت كنحيد ليها الكشكوشه. صافي هنا غادي نوريكم هذه الطريقه باش ديروها باش هكا ما كتخسرش لكم الزميطه ديالكم. غادي نحاول ندير واحد التقيبه في الجانب، وغادي نحاول نفرغ هذاك اللبن. هذا اللبن هو اللي كيخسر لينا السفوف، غادي نحاول نحيدو. صافي من بعد ما تاكدت باللي الزبده ما بقاش فيها اللبن غادي نديرها عاوتاني تسخن او تذوب. صافي وفي هذا البانيو درت الطحين هو الاول، ومن بعد ضفت عليه اللوز. من بعد زدت عليه كاوكاو. بالنسبه للكاوكاو واللوز البنات انا حمرتهم غير في الفرن. صافي وضفت هنايا الجنجلان اللي حمرته، وضفت الجنجلان اللي مطحون. هنا ضفت المسكه الحره اللي طحنتها مع السكر سنيده باش هكا كتطحن لينا مزيان. صافي وهنا غادي نضيف النافع. فمن بعد ما نطحنوا الزرارة غادي نغربلوهم مزيان باش هكا كنتاكدوا بلي تطحنوا مزيان. نزيد القرفه، وغادي نزيد هنايا حبه حلاوه. من بعد كنخلط كلشي مزيان حتى كيتخلطوا ليا هاد المكونات مزيان. وكنحاولوا الا كاينين شي تكتلات هكذا ديال الكاوكاو او اللوز نحاولوا نفككوهم بيدينا. صافي هنايا غادي نبدا نزيد الزبده،
تقدروا تزيدوا حتى زيت العود اولا الزيت العاديه. غادي نضيف عليها العسل على حسب الذوق. صافي غادي نبدا نجمع السفوف ديالي. وتقدروا الا عندكم الكوزه تحككوا منها شويه، هي كتعطي مذاق زوين للسفوف. انا ما توفرش عندي وما ضفتهاش. صافي كنبدا نخلط مزيان حتى كتخلط لينا كل المكونات. صافي كنبقى نزيد الزبده ونخلط حتى كنحصلوا على القوام اللي بغيتو ديال السفوف. كاين اللي كيبغي يخليها رطبه وكاين اللي كيبغي يخليها حرشه. صافي انا خليتها على هذا القوام، غادي نخليوها تبات ليله كامله باش هكا يتفاعلوا هاد المكونات ويطلقوا الزيوت ديالهم. صافي من بعد نقدموه. اذا الصفوف ديالي من بعد ما كملتهم كيجيو على هذا الشكل اكثر من رائعين. اكيد الا جربتوهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الى اول مره كتزوروا القناه ديروا جيم وتبارطاجيو مع الاحباب والاصحاب ديالكم وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. اذا الفيديو ديالنا غادي يكون سالا، نتسناونا ان شاء الله في فيديو جديد.